الزعل ساعات مش بيكون من حاجة كبيرة، ممكن يكون من كلمة، من نظرة، من سكوت شخص انتي كنت مستنية ان هو يطبطب بس هو سابك، او يمكن من نفسك حاسة انك مش قد التوقعات، او ان انتي بتأثري، او ان انتي اقل من الناس اللي حواليكي. بس تعالي اقولك على الحقيقة اللي انتي يمكن تكوني نسيتيها. احنا بشر وبنتعب، ومفيش حد فينا كامل اوريدي يعني، ومفيش حد فينا ما بيغلطش، ومفيش اي حد ما بيقعش، كلنا بنقع. بس لو انت هتزعلي اعملي كده بحب لنفسك، مش بجلد الذات. ما تفضليش طول الوقت اللي انت سمحت لنفسك فيه ان انت تقعدي وتزعلي، واديتي لنفسك مساحة ان انت تزعلي. ما تفضليش طول الوقت ان انت تفضلي تجلدي في نفسك. قولي لنفسك انا زعلانة بس دي مرحلة وهتعدي، انا مش هعيش هنا، الزعل ده مش مكاني، انا هقوم حتى لو خطوة بخطوة. تعملي ايه في وقت الزعل؟ بصي هقولك على كام حاجة. اول حاجة، ابعدي فترة عن اي حاجة بتزعلك، حتى لو تليفونك، ابعدي عن السوشيال، أه حتى عن الناس اللي قريبة منك. اختاري نفسك حتى لو يوم واحد تطلعي كل اللي في قلبك فيه. اكتبي كل اللي مضايقك، صلي، عيطي، اتكلمي مع ربنا واشكيه، بس ما تكتمهوش. الوجع اللي ما بيتقالش بيكبر. تاني حاجة انت اوريدي هتعمليها، اعملي لنفسك روتين بسيط للراحة. مثلا عندك مشروبك المفضل، لبس مريح انت اوريدي بتحبيه او بترتاحي فيه لما بتلبسيه، تسمعي مزيكا هادية او تسمعي قرآن اللي انت تحبيه، يا اما تنزلي تتمشي شوية وتفكي عن نفسك، يا اما تعملي حاجة دافية وتقعدي في البلكونة وتسرحي في السماء وتشوفي النجوم وهي بتنور. فدي حاجة تانية خالص. انا من النوع ده، انا لما بحس ان انا مضغوطة او بحس ان انا ما عنديش طاقة ان انا اعمل اي حاجة في يومي، بعمل لي حاجة انا بحب اشربها وبخش اقعد في البلكونة، بسرح في السماء، الدنيا بتبقى هادية تماما، مفيش غير انتي والهوا والسما والنجوم منورة والقمر منور. صدقيني دي حاجة تانية خالص. يا اما ساعات تقرأي كتاب، انا ساعات برضو يا اما بفضل سرحانة في السما، يا اما بقرأ كتاب معين انا بحب اقرأه، سواء رواية او سواء ايا كان بقى اللي انت بتحبيه. بس صدقيني بيطلع، بيخليكي مرتاحه من جوه. يعني اي حاجه من جوه انت مضغوطه، لا هي لما بس تعملي كده انت اوريدي هترتاحي من جوه. مفيش حد هيحس باللي انا بقوله ده غير اللي بيعمل كده، عشان بجد دي حاجه في منتهى الجمال. اوعي تعذبي نفسك لفتره طويله، الوحده لما بتطول بتبقى سجن. حاولي ان انت تقابلي حد بتحبيه حتى لو دقايق. بصي افتكري ان الزعل مش نهايه، هو استراحه، وانتي محتاجة تاخدي استراحة وتكملي. عارفة لو انتي زعلانة دلوقتي، انا مش هقولك ما تزعليش، انا هقولك انا حاسة بيكي، وخليكي حنينة على نفسك. قولي لنفسك انا استاهل الطبطبة حتى لو من نفسي، انا استاهل ان انا اكون كويسة حتى لو الدنيا تعباني، حتى لو الدنيا دايسة عليا.
انت تستاهلي ان انت تكوني كويسة مهما كان ايه. اوعي تنسي ان الزعل مش ضعف، وان انت لما بتعيطي ان انت كده فاشلة. لا، البكاء مش فشل، وان التعب مش نهاية، وان انت تستاهلي احلى حاجة في الدنيا، وان دايما في بداية جديدة ان انت تبدأي. يعني هي مش نهاية، مش نهاية، مش معنى ان انت خلاص يبقى كل حاجة خلاص. لا، دايما في بداية ان انت تبدأي. طالما انت عايشة، طالما انت بتتنفسي، دايما في بداية ان انت تكملي. ودايما افتكري، عشان كل حاجة تتحسن لازم تبدأي بنفسك. ودايما كل يوم كل يوم لما تيجي تصحي تقولي صباح الخير يا اجمل واحدة في الدنيا، عشان انتي فعلا اجمل واحدة في الدنيا. ولما تيجي تنامي تصبحي على خير يا اطيب واحن واحدة في الدنيا، عشان انتي فعلا كده. ولو انتي ما قلتيش كده لنفسك، مين اللي هيقولك؟ انتي فاهمة الفكرة؟ دايما افتكري انك قبل اي حد، نفسك ثم نفسك ثم نفسك، والباقي بقى الاخرين، يعني التانيين، يعني من الاخر. انت فاهمة؟ دايما حطي نفسك في المقدمة، وحاولي ان انت مهما كان الاشخاص اللي هتخش في حياتك ما تتعشميش. يعني انت ما تتعشميش او ان انت تقربي منهم، لا، دايما خلي لكل حد في مسافة وفي حدود. بمعنى لو ايا كان انسان مشي من حياتك، انت ما تتأثريش، عشان انت اوريدي اصلا حميتي نفسك من الاول. فانت ما تتعلقيش بالناس، اتعاملي معاهم عادي. وبعدين انت اوريدي مش هتتأثري لما اي حد يمشي من حياتك، وكده كده هما الخسرانين مش انت. انت ما بتخسريش.